كتير بنقعد ندور عن أسباب فشلنا وضعفنا في الخارج، في الآخرين، في الظروف اللي بنعيش فيها، لكن الحقيقة اللي انت مش قادر تدركها إن العدو الحقيقي جواك. القوة السلبية اللي بتمنعنا من تحقيق أهدافنا وطموحاتنا، وبنقعد نلوم الحياة والظروف وبنغفل عنها التحديات الداخلية اللي بتقف في طريق نجاحنا، قايمة أكبر بكتير من أعدائك اللي انت بتقول عليهم بره اللي هم الآخرين. لا، دي قايمة أعداء لازم تنتصر عليهم، ولازم تكون عارفهم كويس جدا 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 وتكون مستعد ليهم. أولهم نفسك. أكبر عدو ليك هو النسخة الضعيفة منك اللي بتبرر لك الفشل وبتبحث عن الراحة بدل من السعي للتطور. الراحة بتكون مغرية، خليش عندك أي تقدم. كنت بتسعى عشان خاطر تكون أفضل، يبقى لازم تتوقف عن إرضاء نفسك وتواجه تحدياتك بشجاعة. تاني حاجة في قائمة تحدياتك دي أفكارك. الأفكار السلبية هي القيود اللي بتربطك وبتتحكم فيك. الفكرة السلبية دي بتكون زي بذرة بتزرع الفشل في عقلك، وكل فكرة إيجابية هي خطوة ناحية النجاح. عشان كده تعلم إزاي تختار أفكارك بعناية، عشان هي اللي بتشكل الواقع بتاعك. تالت حاجة شهوتك، سواء كانت شهوة المال أو الطعام أو أي رغبة مفرطة، فإن السيطرة عليها بتعني السيطرة على حياتك. لما بيكون عندك القدرة على التحكم في رغباتك، بتكون قادر على توجيه حياتك في الاتجاه اللي انت عايزه، لأن الشهوات والتفكير في المتعة اللحظية مش ممكن أبدا يبني أساس قوي للنجاح. كمان رقم 4 مخاوفك. خوف من الفشل، من رأي الناس، من التغيير، كلها أوهام بتسرق منك الفرص. الخوف دايما بيأيدك وبيخليك تتراجع بدل من إنك تتقدم. لو ما حاولتش تتعلم إزاي تواجه مخاوفك، هتفضل قاعد كده عالق في دايرة من الشكوك والقرارات المترددة. خامس حاجة غرورك، التكبر والاعتقاد بإنك الأفضل، أنت عندك الإجابة على كل الأسئلة، فعمرك ما هتتعلم أبدا. التطور بيجي من الفهم بإنك دايما محتاج تتعلم، ومحتاج إنك دايما تنمي اللي عندك. تواضعك هو اللي بيوصلك اللي انت عايزه بالظبط، هو اللي بيخليك تحقق كل شيء. سادس حاجة كسلك. كل دقيقة بتأجل فيها شغلك أو العمل على نفسك بتدفع ثمنه بس من عمرك. الكسل هو عدم التقدم اللي بيسرق منك الفرص وبيمنعك من بناء مستقبل أفضل. اوعى تأجل عمل اليوم للغد، اعمل على تطوير نفسك من الآن، حالا، دلوقتي، حالا، فورا. سابع حاجة بدون إرادة قوية هتفضل دايما تحت سيطرة الظروف بدل من إنك أنت تسيطر عليها. الإرادة هي مفتاح النجاح. عايز فعلا تحقق شيء، لازم تكون عندك القوة إنك تتحمل وتصابر، ولازم تكون الإرادة القوية هي اللي بتخليك تتخطى كل الصعاب. آخر حاجة عدم تقديرك لنفسك. لو مش مؤمن بنفسك عمرك ما هتنجح. لازم تبقى مؤمن بنفسك وعارف ومتأكد إن ربنا خلق فيك كل القدرات هايلة ورائعة. اكتشف نفسك واعرف إن ربنا نفخ فيك من روحه وكرمك وجعلك خليفة في الأرض، وإن أنت مكرم. إن خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وإن ربنا خلقك وكرمك وجعلك خليفة وجعلك أحسن الخلق. فبلاش تحقر من نفسك وتقلل من قيمة نفسك. قدر نفسك وافتخر واسعى واعمل كل اللي عليك. دي القايمة اللي ممكن تحطمك أعدائك جواك مش برا.